كان واحد السلطان في تركيا مجهد حكمها في العالم كامل، سميتو سليمان القانوني. وكان معروف عليه انه فاش كيبغي يصيفط شي ميساج لشي دوله اوروبيه او عربيه كان ديما كيبدا بواحد المقدمه معروفه كيخلع بها وكيزرب بها عليهم. وهاد المقوله هي: انا سلطان السلاطين وملك الملوك، مانح التيجان للملوك على وجه البسيطه، ظل الله في الارض، سلطان البحر الابيض والاسود، ملك الرمل والأناضول وبلاد الكرمان ودمشق، حلب والقاهرة، مكة المدينة، القدس وكل البلاد العربية، اليمن وبلاد كثيرة افتتحها آبائي وأجدادي الأمجاد بقوة سلاحهم، وجعلتها جلالة المعظمة تابعة لسيف الملتهب ومهند المنصرم. أنا السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم. وإلا تمعنا مزيان في هذه الدخله ديال هذه الرساله اللي كان ديما كيبداها السلطان سليمان في الخطابات ديالو سواء مع الاوروبيين او مع العرب، فهذا كيبين على القوه والكبرياء اللي كانت عند هذا السلطان والمكانه ديال الامبراطوريه العثمانيه في العالم اللي كتشكل واحد القوه ضاربه خلات العديد من الدول انها تطيع هذا السلطان في جميع القرارات ديالو. اما في المغرب ففي نفس العصر اللي كان فيه سليمان القانوني حكمها في العالم، فكان المغرب كيعيش انتقال ديال السلطه والصراع عليها ما بين جوج ديال الأسر الحكيمة المعروفة، وهي الوطاسيين والسعديين. كانوا الوطاسيين حاكمين في مدينة فاس، أما السعديين كانوا حاكمين في الجنوب. ولكن كان ضروري أن هاد القوتين يتصادموا فيما بينهم في واحد النهار. داكشي اللي كان منين وصلت للوطاسيين واحد الرسالة للمخبرين ديالهم تيخبروهم بأن السعديين كيوجدوا باش يحتلوا مدينة فاس ويقضيوا على الوطاسيين. مباشرة قرروا الوطاسيين أنهم يستعنوا بالأتراك اللي كانوا موالين لهم من قبل باش يعاونوهم في هذه الحرب اللي جاية على الأبواب ضد الوطاسيين والسعديين. داكشي اللي كان السلطان سليمان ما بخلش على الوطاسيين ويعاونهم بالعتاد العسكري وبعض الجنود العثمانيين، لكن السعديين كانوا موجودين مزيان وكانوا قويين على الوطاسيين. واستطاعوا السعديين من بعد ما هجموا على مدينة فاس وحصروها من جميع الجوانب ديالها أنهم يقضيوا على هاد الوطاسيين ويهربوهم وخرجوا خارج مدينة فاس، شي اتجاه لشمال المغرب وشي اتجاه للشرق ديال المغرب في اتجاه الجزائر. هادشي اللي وقع والسعديين حكموها في مدينة فاس ولاو حاكمين المغرب بصفة مباشرة. أنا السلطان سليمان القانوني فاش سمع بأن السعديين حكموها في المغرب وقضاو على الوطاسيين بغى انه يتدارك الموقف ويستمله للجهه ديالو. هنا رسل واحد الرساله مع المرسول ديالو تيخاطب فيها السلطان السعدي بانه تيهنيه على هذا النصر هذا، ولكن خاصو انه يكون موالي للدوله العثمانيه كما كانوا الوطاسيين من قبل الا بغاو ما يشريوش الصداع مع العثمانيين. وهنا خبروا بانه كيستوجب عليه انه في المساجد المغربيه يكون واحد الدعوه للسلطان سليمان وكذلك في كل المنابر اللي تابعه الدولة المغربية. هاد الهضره اللي ما عجبتش السلطان السعدي انذاك وقلقاتو بزاف هاد الرساله، الشيء اللي خلاه انه يقول لذاك المرسول اللي كان صافت سليمان انه ما مساليش باش يجاوب سلطان البواخر ديالكم، وانه تخصك تقول له ان السعديين ما كيخافوا من حتى شي حد. الرسول ديال العثمانيين بقوه الخلعه ما حس براسو عايش حتى رجع للقسطنطينيه باش يرجع الجواب لسليمان القانوني اللي بدوره تقلق من السعديين واحد التقلقه كبيره وعيط مباشره للصدر الاعظم باش يديروا واحد الاجتماع طارئ هو والقاده العسكريين ديالو باش يشوفوا شنو غادي يديروا في هذه الحاله هذه. باش كان هذا الاجتماع ديال اعلى مستوى كيقوم في مدينه القسطنطينيه، فبدوره بالمغرب السلطان السعدي ابو عبد الله محمد الشيخ قرر يدير اجتماع طارئ باش يدرس هذا ردة الفعل اللي غادي تكون ديال السلطان سليمان القانوني بعد ما غادي يسمع الرساله ديال المرسول ديالو، ويستعدوا لاي احتمال ممكن يرد به القانوني، خصوصا انه معروف عليه ما كيتزاقلش مع هذه المسائل. هنا السلطان السعدي امر الجيوش ديالو العسكريه بانهم ياخذوا الحذر ديالهم وانهم يتمركزوا في الحدود سواء في المداخل ديال مدينه فاس، وكذلك يديروا بعض الدوريات في الجنوب وكذلك في الشرق اللي كانت تابعه للجزائر، اللي هو واحد الحاكم حاكمها تمايا في الجزائر كان موالي بزاف الدوله العثمانيه وهي اللي نصباتو تمايا. اذا فالسعديين كانوا شادين الحذر ديالهم ودايرين مجموعه من العساكر تمايا خوفا من اي تحرك عسكري يقدر يحدث من ديك البلايصه.
ولكن المشكل فين كان في أن العثمانيين كانوا مريقلين بزاف. بعد هذا الاجتماع الطارئ اللي كان مع المستشارين العسكريين ومستشارين استخباراتيين كان كيستعن بهم سليمان القانوني زيادة عن الصدر الأعظم، فعطاه واحد الاستشارة كبيرة اللي هي أنه كيستوجب عليه أنه ما يدخلش لهذه الحرب اللي هي صعبة، اللي تقدر تكلف العثمانيين مجموعة ديال المسائل سواء كانت مادية أو روحية في وفاة بعض أو مجموعة من الجنود العثمانيين، خصوصا وأنهم كانوا محتاجينهم في بعض الحروب اللي كانت كتقوم سواء في أوروبا أو في غيرها من المدن اللي كانت تحت الاحتلال العثماني وكانوا كيدافعوا عليها. هنا الاستخبارات التركية أمرت واحد المخبر كان عايش في فاس وكيخدم عند السلطان السعدي، كيخدم واحد الخدمة مهمة اللي هي رئيس الحرس السلطاني، وأمروه باش أنه يوجد لهم واحد الحل اللي قدروا ينتقموا به من هذه الرسالة اللي صيفطت السلطان ويحيدوه من هذا المركز هذا اللي هو مركز الحكم في المغرب. هذا المخبر معروف تاريخيا باسم صالح الكاهية، وبعد ما درس القضية مزيان هذا صالح الكاهية هذا أمر التركيين باش أنهم يصيفطوا واحد 5 ديال العناصر على أساس أنهم تجار ويدخلوا للمغرب، وهو غادي يحاول ما أمكن أنه يقربهم من السلطان ويديروا واحد محاولة اغتيال. هذا الشيء اللي كان عند 5 ديال العناصر دخلوا من جهة ديال الجزائر وجاو ودخلوا للمغرب على أساس أنهم هاربين من بطش السلطان سليمان وأنهم تجار وعندهم الفلوس وباغيين يستثمروا الاستثمارات ديالهم في المغرب، ما بغينش يعطيوها لسليمان القانوني لأن عندهم واحد العداوة كبيرة. هنا صالح الكاهية قدمهم للسلطان السعدي وقال له هادو راهم جايين طالبين المعونة ديالك وطالبين أنك تحميهم من هذا السلطان، وأنهم يقدروا يكونوا واحد ورقة ضغط باش نضغطوا على العثمانيين، فإذا يجب علينا أننا نحافظوا عليهم ونكرموهم. داكشي اللي دار السلطان السعدي بعد ما أشار عليه صالح الكاهية بهذه القضية هذه، فأنه حاول أنه يقربهم منه وأعطاهم الأموال وأعطاهم المسكن والمأكل وتهلا فيهم مزيان، وبقى كيخرج معهم مرة وتيعاود لهم وتيهضر معهم وحبهم هو في نفس الوقت لأنه الأعداء ديالو. هكذا هو ظن فيهم، ولكن العكس صحيح. فبعد ما قراو فيه الأمان وقرا فيهم الأمان، فواحد النهار في ايامات الله قرر السلطان السعدي أنه يخرج يتفقد الرعية ديالو ويشوف الأمصار والأراضي المسترجعة، فإنه مع خروجه قام باستدعاء ديال داك 5 ديال التجار اللي كانوا جاو من تركيا وكانوا رباو معاه واحد العلاقة اللي هي علاقة صداقة. فحين خرجوا معاه وطلعوا لواحد البلاصة اللي هي غابوية كثيفة فيها واحد الشجر وواحد الطية ديال الماء، وكانوا راكبين على الخيل بطبيعة الحال. فبقاو مع السلطان السعدي وجروه خارج الحرس ديالو لواحد المنطقة معزولة شوية وهما يهجموا عليه واحد الهجمة مباغتة، اضطروا أنهم يقطعوا له راسو ويهربوا مباشرة لتركيا. فاش دخلوا لتركيا كانوا هازين معهم الراس ديال السلطان السعدي وعطاوه للسلطان سليمان القانوني كهدية مباشرة. الأمر باش يتوضع داك الراس في واحد القفص حديدي ويتعلق على باب القصر باش يكون عبرة لأي سلطان وأي واحد كان ضد قرارات ديال السلطان سليمان القانوني. مباشرة في الأراضي المغربية نالت واحد الحالة ديال الرعب بعد ما انتشر خبر اغتيال السلطان السعدي، ولكن السعديين ما فقدوش الأمل لأنهم قاموا مباشرة بالمبايعة ديال الابن ديال السلطان السعدي اللي مات اللي سميتو ابن أبي عبد الله أبي محمد بن عبد الله الغالي، باش يحاول ما أمكن أنه يشد في زمام الأمور ويحاول ما يخليش البات نهار بعد وفاة الأب ديالو. وهذا الوقت اللي تحمل فيه المسؤولية فكان وقت صعيب وحساس باش تقتل السلطان في قلب الدولة ديالو وفي وسط الحراس ديالو، يعني الشعب ما بقاش كيثيق في القوة ديال السلطة. وهذا الشيء اللي بغا يستغلوا العثمانيين منين أمروا الولي ديالهم على الجزائر باش يشنوا واحد الهجمة عسكرية على المغرب، لأنهم كانوا عارفين الأوضاع التي تكون في المغرب ديك الساعات هذه تكون متوترة وهذا يكون الشعب شوية ماشي هو هذاك، وكذلك الحرس وكذلك الحكومة المغربية اللي كان كيترأسها الصدر الأعظم، فإن هذه تكون ماشي هي هذيك. لذا يستوجب عليهم أنهم حالا يقوموا بواحد الهجمة عسكرية باش يربكوا الأوراق ديال السعديين. ولكن الغريب في الأمر هو أن السلطان السعدي الجديد كان قوي وكان عنده هو بدور مخبرين خبروه بأن العثمانيين
كيوجدوا لواحد الحملة عسكرية غادي يدخلوا بها لمدينة فاس، فانه يستوجب عليه انه يكون حذر ويوجد ليها مزيان. داكشي اللي كان السلطان السعدي قام بالاستدعاء ديال الجيش ديالو بالكامل، وحتى الناس اللي كانوا ماشي في الجيش فانهم دخلوا مباشرة وتجندوا باش يدافعوا على المدينة ديالهم وعلى السلطان ديالهم. واستطاع انه يشد جميع منافذ ديال مدينة فاس، وانه يفطر بهذا الجيش العثماني قبل ما يتغدى به. وتلقى الجيش العثماني اكبر هزيمة في التاريخ ديالو هنا في المغرب، اللي ما استطاعش انه يدخل ليها، وبقى رجعوا هذا السلطان للحدود ديالو اللي كاينه في الجزائر. كما انه انتقم لباه اللي قتلوه هاد العثمانيين اشر انتقام. وهاد المعركه هادي اللي وقع فيها الانتصار سميت بمعركه وادي اللبن، اللي وقعت جهه مدينه فاس. مباشره بعد هاد الهزيمه اللي لحقت بالعثمانيين، فالسعديين رسلوا لهم رساله مشفره بعد هذا الانتصار هذا، كتقول بانهم ما هاديش يكونوا تحت الولاء ديال السلطان العثماني، وبانهم مستقلين استقلالا كامل على السلطان العثماني سليمان القانوني.